عسل النحل صلاحيته مش بتنتهي أبدا، يعني لو خزنت عسل 3000 سنة وجيت تطلعه هتلاقيه زي ما هو. وده مش كلام وخلاص، فعلا من فترة اكتشفوا مقبرة فرعونية عمرها أكتر من 3000 سنة ولقوا فيها عسل، ولما فتحوه لقوه محفوظ وسليم وصالح للأكل. طب هو ليه العسل مش بيبوظ؟ تعالوا نشوف. الأول نفهم هو العسل بيتكون إزاي. خلية النحل بيبقى فيها الملكات والعاملات، ودول بيبقوا الإناث، وبيبقى فيها كمان الذكور. الملكات شغلتهم إنتاج نحل أكتر وبيشرفوا على العاملات. العاملات دول بقى هم اللي بيعملوا كل حاجة، بيربوا النحل الصغير وبيجمعوا الرحيق وبينتجوا العسل، بيطيروا يدوروا على أماكن الزهور ويشربوا الرحيق منها. الرحيق ده بيبقى عبارة عن مية مسكرة الزهور بتنتجها. طب النحل هياخد الرحيق ده كده ببلاش؟ أكيد لا. النحل لما بيقف على الزهر عشان ياخد الرحيق بياخد معاه حبوب اللقاح، بتلزق في الشعر اللي على جسم النحلة وتشيله على جسمها وتروح تقف على زهرة تانية عشان تاخد منها الرحيق، فتنقل لها حبوب اللقاح ويتم التكاثر بين النباتات بالشكل ده. وده اللي بيخلي النحل هو السبب الرئيسي في تكاثر 80% من النباتات على الأرض، واللي من ضمنهم معظم الخضار والفاكهة اللي احنا بناكلهم. نرجع للرحيق. النحل بيشربه ويحتفظ بيه في مكان اسمه معدة العسل عشان يضيف انزيمات من جسمه للرحيق ويبدأ عملية تحويل الرحيق ده لعسل. وبعدها النحل بيبدأ عملية ممكن تبقى مقرفة شوية اسمها تروفالاكسس. النحل بيكتر العسل من معدته ويحطه في بق نحلة تانية تاخده في معدتها، وبعدين تطلعه تحطه في بق نحلة تالتة، وتتكرر العملية دي أكتر من مرة لحد العسل ما يوصل للخلية. كل نحلة بتشارك في عملية التروفالاكسس بتضيف شوية من إنزيماتها للعسل، وبعدين يحطوه في الخلية بتاعة العسل، بس بيكون لسه فيه نسبة مية عالية، فالنحل بيفضل يرفرف بجناحاته على الخلية عشان ينشف العسل من أي مية جواه لحد ما يوصل العسل لنسبة المية حوالي 17%، ويبقى كده العسل جاهز. يبتدوا يغلفوه بالشمع. طب كده عرفنا العسل بيتكون ازاي. ليه بقى صلاحيته ما بتخلصش؟ الأكل عموما بيبوظ بسبب البكتيريا والفطريات اللي بتدخل جواه وتتكاثر وتسيب فضلاتها، فالأكل بيفسد. اشمعنى بقى العسل ما بيحصلش معاه كده؟ في أكتر من سبب. أولهم هو قلة المية اللي في العسل. البكتيريا عشان تعيش لازمها مية، عشان كل العمليات الكيميائية اللي بتعملها عشان تعيش بتحتاج مية زينا كده، وعشان نسبة المية في العسل قليلة فالبكتيريا ما بتعرفش تعيش فيه. تاني سبب هو تركيز السكر الكبير اللي في العسل. البكتيريا ما تعرفش تعيش في بيئة نسبة السكر فيها عالية ولا نسبة الأملاح كمان، وعشان نفس السبب اللي هو الأوزموزيس، اللي هو انتقال المية من الأماكن اللي نسبة السكر فيها قليلة للأماكن اللي نسبة السكر فيها عالية. يعني لو البكتيريا دخلت تعيش في العسل، المية اللي في جسمها هتهرب وتخرج تلقائي والبكتيريا هتموت. غير كده كمان الأبحاث أثبتت إن العسل مش بس بيقتل البكتيريا عشان نسبة السكر اللي فيه. لما عملوا مقارنة بين العسل وسوائل تانية نسبة السكر فيها عالية برضه، لأنه عشان السوائل التانية دي تدي نفس مفعول العسل في قتل الميكروبات لازم نسبة السكر فيهم تكون ضعف العسل. يعني العسل لو نسبة السكر فيه 20%، فأنت محتاج محلول سكر نسبته 40% عشان يديك نفس التأثير في القضاء على الميكروبات. معنى كده إن العسل فيه حاجة تانية بتقضي على البكتيريا. فاكر الإنزيمات اللي بتفرزها النحلة في معدتها وهي بتحول الرحيق لعسل؟ واحد من الإنزيمات دي اسمه جلوكوز أوكسيديز، وده إنزيم بياخد الجلوكوز ويحوله لحمض الجلايكوليك، ومعاه كمان هيدروجين بيروكسيد اللي هو مية الأكسجين اللي انت بتجيبها من الصيدلية لما تتعور عشان تمنع البكتيريا من الانتشار في الجرح، ومعروف عنها انها بتقتل البكتيريا. وعشان كده كمان من زمان وهم بيستخدموا العسل مع الجروح لانه مضاد طبيعي للبكتيريا والجراثيم. وفي كمان سبب يخلي العسل ما بيبوظش، ان حمض الجلايكوليك اللي بيتكون في العسل بيخلي العسل حامضي شوية. البي اتش بتاعه بيوصل من 3 ل 4.5، ومعظم البكتيريا بتعيش في بي اتش من 5 ل 8، فما بتقدرش تتحمل حامضية العسل. ولقوا كمان ان النحل بيضيف للعسل مجموعة احماض اسمها ديفنسين 1، هي كمان بتقضي على الميكروبات. كل دي اسباب بتخلي العسل بيئة قاسية على اي ميكروبات او بكتيريا، وبتخلي مستحيل عليهم انهم يعيشوا او يتكاثروا في العسل. وعشان كده ممكن تسيب العسل فترات طويلة عادي، هيفضل محافظ على الخصائص بتاعته وصلاحيته مش هتنتهي. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة انا هكون مبسوط. وما تنساش دول.